سألتوني كتير على السخان الكهربائي اللي هتاخديه معاكِ العُمرة، ورينا شكله إيه ونظامه إيه وآمن والّا لأ، علشان طبعًا معظم الفنادق بيكون فيها السخانات ممنوعة، بس عايزة أقول لِك هو ضروري جدًا، جدًا، جدًا لازم تاخديه معاكِ، حتى لو الفندق مانع إن أنتِ تشغّلي السخان معاكِ. فأنا كنت برّه النهارده وحبيت إن أنا لمّا لقيته كده قدّامي قُلت أصوّره لحبايبي وأخواتي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. ده يا بنات السخان اللي هتاخديه معاكِ العُمرة، دي البلاطة اللي أنا كنت باقول لكم عليها، حتى لمّا كان حد بيسألني كنت باقول له إن هو بلاطة، معظم الناس ما كانوش عارفين يعني إيه بلاطة. السخان زي ما أنتِ شايفة كده خفيف جدًا، ومعاه ال4 اللي أنتِ شايفاها قدّامِك دي رجول بتتركب كده من تحت، بتكون مرفوعة عن الأرض، مرفوع عن الأرض، فبالتالي هو مش منّه للبلاط على طول أو مش منّه للسيراميك على طول، لأ، هتلاقوه فين، هتلاقوه عند الناس اللي هي بتبيع مستلزمات المطبخ ومستلزمات البيت، تلاقي بيبيع ألمونيا، بيبيع الحاجات اللي أنتم شايفينها قدّامكم دي، عشان ما تلفّيش كتير وتقولي لأ ممكن ما الاقيهوش هنا، هنلاقيه عند بتاع الأجهزة الكهربائية، لا، 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 لأ، عند الناس اللي أنتِ شايفاهم الناس الطيبة الجميلة دي هتلاقيها معاهم. طبعًا بقى في منّه أحجام وفي منّه بلاطتين، إحنا بنحتاج واحد بس هتاخديه معاكِ وتاخدي معاكِ كاتل صغير كده، لربما تروحي في مكان ما يكونش فيه كاتل. السخّان أهوّة لإخواتي وحبايبي اللي سألوا عليه، وطبعًا هو فيه أنواع، في نوعين، نوع موفّر للكهربا عشان لو حابة برضه إن أنتِ تجيبيه لبيتِك، النوع اللي أنا ماسكاه في إيديّا ده ب375 زي ما أنتِ شايفة على الكرتونة، وآمن جدًا، 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 وموفّر للكهربا لإن فيه ترموستات، لإن هو لمّا الحرارة بتاعته بتعلى بيروح فاصل لوحده، لحد لمّا يخلّص درجة الحرارة اللي هو وصل لها، وبعد كده بيبدأ بقى يشتغل تاني، فاهمان؟ يعني هو بيتحط في الفيشة كده في الكهربا، وبعد كده ال بي ب بتسخّنيه بعد لمّا بيسخن بيرجع الحرارة بتاعته بتقل واحدة، واحدة، واحدة كده، بعد كده بيرجع تاني، فهو آمن جدًا، ما فيش فيه منّه مشكلة ولا خطر، ما تقلقيش يعني. وده برضه النوع التاني، النوع المصري بتاعنا بيكون مش متقفّل، فده طبعًا خطر جدًا إن أنتِ تاخديه، ليه بقى؟ هو مش خطر قد ما هو إن النار بتاعته هتكون ظاهرة أو الحرارة بتاعته هتكون ظاهرة، إنّما ده فيه ترموستات أهي بتعلّي النار وبتهدّي النار، لو بتسخّني أكل وعايزة النار هادية، لو بتأمّري رغيف عيش النار بتاعته بتكوني هادية شوية. ومفيد جدًا، 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 وأنصح أي حد رايح حِجّة، رايح عُمرة، لازم ياخده معاه، لإن أنتِ حتى لو هتاخدي أكل مستوي، فأنتِ هتحتاجي إن أنتِ تسخّنيه، فهتركّبي الفيشة كده وهتسخّنيه، والطاسة اللي هتاخديها خديها يا ريت، أنا خدتها ألمونيا وكانت حلوة وأدِّت معايا الغرض، إنّما اللي حلوة ليكِ برضه إن أنتِ تاخديها اللي هي بتكون تيفال بس صغيّرة، حجمها صغيّر، عشان برضه الوزن، وخفيف جدًا وعملي، ده زي ده، بس ده بيسحب كهربا لإن ده ما فيهوش ترموستات، فخلّي بالِك وأنتِ بتشتريه لبيتِك معلش هو غالي شوية، بس مش هتدفعي فاتورة كهربا عالية كل شهر، هتدفعي مبلغ في ده، بس مش هتدفعي طبعًا ده موفّر للكهربا اللي هو التاني، إنّما ده بيسحب كهربا لإن هو ما فيهوش ترموستات، واخدين بالكم؟ يا رب أكون قدرت أفيدكم في الفيديو، وكل إخواتي وحبايبي اللي سألوا على السخّان، السخّان موجود قدّامكم، ده لو مثلًا شباب شغّالين في شغل مثلًا وعايزين حاجة مؤقتة زي كده حلو برضه مش وِحِش، بس بيسحب كهربا كتير، إنّما التاني عملي جدًا وكويس ونضيف وآمن وممكن اللي هو ال 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 الأستاذ ماسكه ده سهل إن هو يتكسر معاكِ، فخلّي بالِك بقى. عاوزة أقول لِك لو وصلتِ معايا لحد هنا من الفيديو، يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. باحبكم في الله يا أجمل إخوات، يالّا بينا بقى نصلّي على النبي، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيت إن أنا أفيدكم النهارده بالفيديو وجاية فرحانة والله راجعة فرحانة إن أنا هاوريه لكم وما تنسوش تاخدوه معاكم من ضمن الحاجات برضه الأساسية اللي لازم تكون معاكِ، خدي معاكِ حلة صغيرة كده لربما نِفسِك تهفِّك مثلًا على أي حاجة كده لو أنتِ واخدة طبعًا رز أو مكرونة أو أي حاجات من دي، لو أنتِ طالعة الأيام دي، إنما عُمرة رمضان ما انصحكيش إن أنتِ تاخدي معاكِ رز أو مكرونة، لإن الخير هناك بيكون كتير زي ما قُلت لِك، إنما تاخدي معاكِ اللحمة طريقتها مضمونة جدًا، 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 طريقة مثلًا الكفتة تعملي لِك كفتة وتاخديها معاكِ، كانت في يعني حاجة سألتني امبارح في التعليقات بتقول هي طالعة عُمرة إن شاء الله وهتاخد إيه معاها. خُدي الأدوية بتاعتِك ما تنسيهاش، دي أهم شيء، أهم من الأكل والشرب، يعني الأكل والشرب مقدور عليه، إنما الأدوية هناك بصراحة غالية جدًا، 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 فرق العملة غالي، فخُدي الأدوية ما تنسيهاش، دوا المغص حتى لو مش عندِك مغص، دوا القولون، دوا الإسهال أعزكم الله، مراهم اللي هي بتاعة التسلخات،
خدي الحاجات دي مهمة جدًا، جدًا معاكِ. لو عينيكِ وجعاكِ أو حاسة إن بييجي لِك دور كده في عينيكِ لو اتعرضتِ لشمس أو لهوا أو لتراب، خدي القطرة بتاعة عينيكِ معاكِ. لو في سُكّر، في ضغط، في أمراض مزمنة، خدي الأدوية معاكِ. والأدوية كمان اللي هي بتاعة الأملاح، خدي فوّارة أملاح معاكِ. أحيانًا الناس لمّا بتغيّر نوع المَيّة اللي بتشربها بيحصل زي أملاح أو زي نقرس أو اللي عندهم الحاجات دي يعني، ربنا يشفي كل مريض يا رب. خدي علبة فوار معاكِ وشريط اللي هو بتاع النقرس لو بتاخديه. أي داء عندِك أو أي مرض أو أي شيء خدي الأدوية بتاعته ما تنساهاش، لإن فرق العمر صدقيني، صدقيني ومع الزحام هناك الدنيا غلا موت، غلا، غلا يعني ربنا يرحمنا يا رب. فلمّا باوصّيكِ بالحاجات دي عشان أنا مرّيت بالتجربة، وأخوات بعتوا لي، وباقول لِك أختي اشترت شريط باسط للعضلات من هناك ما يعادل 800 جنيه مصري، شريط واحد بس، شريط. فأنتِ ممكن تجيبيه من هنا من بلدنا مثلًا، من بلدِك أو من أي مكان أنتِ قاعدة فيه ب50 جنيه أو ب60 جنيه. فيعني كتير، كتير ومضطرة إن أنتِ تشتريه، لإن أنتِ من مشيِك كتير أحيانًا بييجي لِك شد عضل في بطن رجلِك كده، يعني في رجليكِ بتكوني مش قادرة تمشي. لمّا بتجيبيه الدنيا بتفُك معاكِ شوية. فده نصيحة مني ليكِ، ما تنسيش باسط للعضلات. والمُسكِّن، المُسكِّن ده خدي نوعين معاكِ، نوع خفيف ونوع تقيل شوية، شوية صداع مش عارفة إيه تاخديه، حاجة تانية وجع في جسمِك برد كده، خدي من النوع اللي هو التقيل. وخدي معاكِ علبة مضاد حيوي، دي أساسية جدًا، جدًا، جدًا معاكِ، لربما زورِك، اللوز، احتقان، ودانِك. فاهمة؟ الحاجات دي أنتِ بقى بتبقي عارفة لمّا بييجي لنا دور برد بناخد إيه، لمّا ييجي لنا سخونية بناخد إيه، بناخد مضاد حيوي، بناخد كذا. الموضوع زاد أوي معاكِ ولازم استشارة طبيب. روحي بقى هناك في مستشفيات برضه هناك مجانًا، روحي هناك واكشفي وهتستحملي الدور لإن أنتِ تعبانة. الدور خلاص كده مش هينفع بقى العلاج اللي أنتِ واخداه. إنما يا رب كده كلّكم تروحوا وترجعوا بألف مليون سلامة، ولا يمرضش حد منكم أبدًا يا رب. احتياطي بس إحنا معانا، بناخد معانا والله الحاجات، تعبنا والّا حصل حاجة أهي موجودة معانا، ما حصلش حاجة أهي الحاجات أساسًا اللي أنا باقول لِك عليها دي المفروض تكون موجودة في كل بيت. يعني أنا ما باطلبش منِّك أو ما باقولكيش على حاجة تكون يعني نادرة أو حاجة. هنا كان معايا الحاج برضه كان بيشرح لنا إن النوعية دي فيها ترموستات موفّرة للكهربا، مش زي النوعية التانية اللي هي الأخ ورّاها لنا من شوية. فأنا برضه المقطع ده مهم جدًا برضه علشان تخلّي بالِك وأنتِ بتشتري، علشان الكهربا غالية طبعًا والحاجات دي أنتم فاهمين. فده لو هتستخدميه لبيتِك، جيبي النوع اللي مع الحاج ده علشان موفّر للكهربا يعني وموفّر للفاتورة وما بيسحبش كهربا كتير. زي ما أنتِ شايفة كده المحل ده فين يا أم روضة؟ إحنا في المرج يا بنات. المحل ده عند محطة المترو المرج القديمة. ده برضه كان محل جنبه بيبيع أهي زي ما أنتِ شايفة كده، موجودة عارفة ده المحل ده أصلًا محل تليفونات مش بيبيع أجهزة. بس هي صادفت سبحان الله قدّامي وأنا باصوّر لقيت يعني المحل التاني فيه المقاس الكبير. والله يا أخوات هارجع تاني بس لموضوع ال الأدوية. في أخت الله يهديها بتقول لي في التعليقات يعني هي بتتريق، بتقول لي: "أنتِ على كده بقى عاوزة لِك صيدلية." هو أنا لمّا أقول لِك تاخدي من كل نوع شريط للمغص، للصداع، للالتهابات، للحاجات اللي زي كده، فين الصيدلية اللي هتشيليها؟ طب ما أنتِ كده بتوفّري على نفسِك، ده مصلحة ليكِ. خلاص مش عايزة تاخدي براحتِك، أنا بادّيكِ أفكار بافكّرِك بالحاجات المهمة. يعني إحنا غلطنا، يعني أختي أخطأت في خطأ، فأنا حبّيت إن أنا أفيدكم. لمّا تروح وتشتري شريط برشام واحد هو يكون مثلًا ب40 والّا ب50 جنيه وتروح هناك تشتريه ما يعادل 800 جنيه بعد فرق العملة، كتير. لأ ما تشتريش كده، خديه معاكِ مش هيخسّر. والحاجات دي والله صدّقيني إحنا بنشتريها، يعني أنا باشتريها باخلّيها في بيتي، لربما حاجة تحصل والّا كده بالليل والّا ما فيش حد من الأولاد يلحقني بيها. بتبقى موجودة، المسكنات موجودة في كل بيت، حاجة للمغص، يا ماما بطني بتوجعني، أروح مطلّعة الشريط ومديّة له منه. فصدقيني الأدوية والحاجات دي كلّها مهمة. من ضمن الحاجات المهمة اللي أنتِ لازم تاخديها معاكِ وصلة الشاحن، لإن الشواحن اللي هناك بتكون الفيشة بتاعتها رباعية. في بعض الفنادق اللي فيها كده، وفي بعض الفنادق اللي بيكون فيها اللي هي الثنائية، اللي بتدخّلي فيها الشاحن. فبرضه خُدي معاكِ مشترك يكون ثلاثي. وبرضه الحاجات المهمة واللي أنا بصراحة يعني باعاني منها، موضوع الحذاء أو الكروس أو الشبشب أعزكم الله طبعًا. فده يعني هاتي نوع مريح، ويا ريت يكون النوع المقفول، لإن يعتبر أنتِ هتخرجي بيه وهتروحي وتيجي بيه لإن هتستسهليه. فالكوتش هتاخديه بس كده مسألة سفر إن أنتِ من الطيارة للبيت وخلاص. إنما الحذاء ده هاتي لِك نوعية تكون نضيفة وتكون مريحة وتستحمل طبعًا الوضوء، لإن أنتِ معظم الوقت هتكوني برّه. فهتروحي كل شوية على يعني دورات المياه وتتوضّي وكده.
فخدي معاكِ نوع يكون حلو ومريح، لإن أنتِ هتمشي كام مرّة، يعني مثلًا لو هنقول هتقعدي يعني فردين في المسجد، هتروحي وتيجي حوالي 3 مرات من المسجد للفندق. فهتمشي في الشارع كتير، فخدي بالِك خدي نوع يكون مريح، ممكن اللي يريحني ما يريحكيش، يعني ممكن ما أقدرش أقول لِك نوع معين، وأنتِ بتشتري قيسي الشبشب كده وأنتِ في المحل، روحي وتعالي بيه، الحذاء يعني أعزكم الله، روحي وتعالي بيه كده اتمشي، لقيتيه مريح في رجلِك، لو عندِك التهابات في رجلِك كده زي حالاتي أو شوكة عضمية، تقدري تلبسي اللي هو النعل الطبي، الفرش اللي بيكون طبي ده وتحطيه فيه، أو هو هاتيه حاجة طبية، تستحملِك وتفضل تبقى مريحة معاكِ في اللبس يعني. طبعًا برضه ما تنسيش فرشة السنان، المعجون بتاعِك، فرشة الشعر، التوَك، الحاجات دي كلّها والله يا أخواتي بأكد عليها، علشان ما تروحيش هناك وتصرفي وتشتري كتير. برضه يعني ربنا يهديهم بيقولوا أنتِ هتبقي جلدة أوي، يعني ده مرّة في العُمر أنزّه نفسي، ما تنزّهي نفسِك وما تاخديش أي حاجة من اللي أنا قُلتها، عادي إيه المشكلة؟ عادي ما فيش فيها مشكلة، بتبقى راحات وبيبقى على حسب ظروف الناس وعلى حسب ظروف حياتنا، بتمشّي نَفْسِك باللي موجود، وخُدي الأكل معاكِ وخُدي تونة وخُدي حلاوة وخُدي عسل أسود وخُدي عسل نحل وخُدي عجوة واعملي قُرَص واعملي معجّنات وخُديها معاكِ، كل دي هتزُقي من الأيام وهتمشّي وهتاكلي وهتبقي شبعانة. خُدي اللي أنتِ عايزاه كلّه، خُدي شاي وخُدي سُكّر، ولمّا أنا قُلت النسكافيه والناس قالوا لي: إحنا عاملين مقاطعة." ما في بدايل مصرية، مش ضروري أنا يمكن بس لساني اللي واخد على كلمة نسكافيه، أنا ما أعرفش المصري اسمه إيه، لإن أنا بقيت دلوقتي أشرب قهوة. فربنا يهدينا ويهدي أنفسنا يا رب. فخُدي الحاجات دي كلّها هتوفّر معاكِ، ما تبُصّيش لحد وما تقوليش لأ فلانة ما خدتش وإيه الحاجات دي كلّها وهاعمل شيلة، أنا صوّرت لِك المقطع بتاع السخّان وقُلت لِك إن هو خفيف مش هياخد وزن، يعني ما يعملش نُص كيلو، مش تقيل، فاهمة إزاي؟ ما أنتِ كنتِ بتسألي برضه في أخوات سألتني على المكوة وعلى الاستشوار، أنا شايفة إن هُم مش مهمين، ممكن يكونوا مهمين بالنسبة لناس تانية يعني بس خُدي مكانها السخّان أو الكاتل، والمكوة برضه يعني في مكاوي كده بتكون صغيّرة لو أنتِ حابة تشتريها والمكاوي اللي هي بالبخار دي بتكون خفيفة وزنها خفيف، يعني لو أنتِ طالعة أنتِ وزوجِك بيلبس الجلابية لازم تكون مكوية، أنتِ أساسًا من اللهوجة والبتاع تفضلوا رايحين جايين، فمش هتركّزي أصلًا في المكوة، أو إن أنتِ تكوي حاجة ليكِ يعني، المهم أنتِ اغسليها وبلّيها وعلّقيها كده في منشر أو اتنيها وما تعصريهاش وهي هتبقى مفرودة، سواء ليكِ أو لزوجِك. باحبكم في الله، بالله عليكم ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ربنا يكتبها لكم جميعًا يا رب، اللهم آمين، باحبكم في